الدولار اليومين دول بيلعب لعبة القط والفار مع الجنيه. بعد ما كان ثابت فوق ال 48 فترة طويلة بدأ يهبط سنة صغيرة، ويخلينا نسأل هو ده بداية استقرار حقيقي ولا مجرد استراحة محارب؟ اللي واضح ان البنك المركزي ماشي بخطة شد الحزام، وبيحاول يوازن بين المعروض من العملة الصعبة والطلب عليها. ومع دخول موسم السياحة وارتفاع التحويلات من بره، السوق واخد نفس قصير. المحللين شايفين ان لو مفيش مفاجآت اقتصادية زي قفزة في اسعار النفط او ضغوط جديدة على الاستيراد، الدولار ممكن يفضل يتأرجح حوالين 48 لفترة. يعني لا هبوط جامد ولا طلوع مرعب، اشبه بركوبة ملاهي هادية. بس خد بالك، اي خبر عالمي كبير زي تشديد الفيدرالي الامريكي او ازمة اقليمية ممكن يخلي الدولار يزود سرعته ويخلينا نرجع للجري وراه تاني. في الآخر السوق المصري بقى عنده خبرة مع مزاج الدولار، والرهان الحقيقي دلوقتي هو على استمرار الإصلاحات وتدفق الاستثمارات.